يا مغرب الأوفياء أفخر، فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيا يمطل الذهب، والليث لو لم يصل، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر لو عذب. أنا أولا أحب المغرب، شعبها ملتزم متدين فيما أرى، وفيها ثقافة جمالية عالية جدا. أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب، وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله خير. وعلى فكرة أنا لاحظت الإخوة والأخوات المغاربة سبحان الله، حتى علماءهم كتابهم كذا يا أخي عندهم جمال في اللغة، قدرة على توليد الصور وعجيب يعني شيء يتميزون به. أزعم أنهم في هذا أحسن من المشارقة. ثم أنعم الله على المغاربة حقيقة بثلة من العلماء الذين أقول دائما أنا فيهم، هؤلاء الذين انفتحوا على الثقافتين وجمعوا بين الحسنيين. فالفكر الغربي نقوه وغربلوه وأخذوا منهم السمين وتركوا الغث وتركوا المفيد وأخذوا المفيد، وهم أصلا أسسوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الحسنين، فصار العالم المغربي عالم مميز. كلمة أخيرة لأهل المغرب من خلال منبر هو يبرز. يعني أحمل انطباع جيد جدا عن هذا البلد. أنا زرته عدة مرات. أول زيارة له عام 93 كنت مندوب سوريا في مؤتمر الأوسيسكو. أنا أحمل أحلى انطباع عن هذا البلد، في تدين، في أذواق عالية جدا، في توحد، يعني في تعاون بينهما، وفي عنده في أمراض كثيرة بالعالم الإسلامي أرجو أن تكونوا أنتم في شفاء منها. وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. برضه الشاطبي خطف قلبي، والشاطبي الحقيقة عالم لم يأخذ حقه من التبجيل والاحترام الحقيقة، كعادة علماء المغاربة. يعني المغاربة سبحان الله، المغرب كأنه مأخوذ من الغروب والشرق من الشروق. اللي عايز يتشهر يجي الشرق. يعني ابن عبد البر ما تشهرش الا ما جه الشرق، ابو الوليد الباجي ما تشهرش الا ما جه الشرق، ابن حزم يعني اتدفن لانه فضل هناك، ما خرجش من المغرب. أهل المغرب العربي سبحان الله عندهم هذا البعد الروحي بشكل جميل، تجد هذا حتى في دعاتهم في علمائهم في كذا، وتشعر بدفقات من الإخلاص غريبة يا أخي.